السلام عليكم. عرفتوا المكرونه اللي غنشارك معكم اليوم؟ راه ما كاينش شي مذاق ديالها شحال. الا كيعجبكم الوصفات ديال المكرونيه بالدجاج وتكون كريميه، سجلوا الوصفه وتبعوها معايا. غادي نحتاجوا نص بصله، حيدوا القشره وقسموها على جوج. الا ما عندكمش الترمومتر زيدوا شردوها مكعبات، ولا عندكم تسناو تشوفوا كيفاش غنقطعها بالترمومتر. غتحتاجوا كذلك الثومه، ديروا 2 ريوس 4 ريوس حتى ل6 ريوس على حسب نتوما شحال كيعجبكم المذاق ديال الثومه. نقيتها بهذا الشكل كما لاحظتوا في الفيديو وخليتها. من بعد غنقطع الترموميكس. غادي نحتاجو كذلك كزبر كتحيدوا ليه الورق ديالو، والحبق حتى هو كتحيدوا ليه الورق ديالو. ولكن نتوما من النوع اللي كيعجبكم الحار، خذوا واحد الحراقه ديروا نص ديالها اولا الربع ديالها اولا حتى ديروها كامله، قطعوها على جوج وحيدوا لها الزريعه ديالها. والمكون الرئيسي اللي غادي نحتاجوه اللي هو الدجاج. خذوا ستر ديال الدجاج كيكون فيه تقريبا واحد العبار ديال 500 غرام 450 غرام. قسموه على جوج ومن بعد قطعوه شرائح بالشكل اللي موضح في الفيديو، كتكون رقيقه بهذا الشكل هذا. صافي هنا وجدت كاع المكونات اللي محتاجه تقطع باليد. من بعد غادي ندوزو للثيرموميكس. كما قلت لكم الا ما عندكمش الثيرموميكس كملوا تقطع في القراده. المهم خديت الكاس ديال الثيرموميكس وغادا نبدا معكم الوصفه على بركه الله. غادا ندير البصله، غادا ندير الثومه، الكزبر، الحبق وهذيك الحراقه. وهذا المكون اللي كيعطي لهذا الطبق البنه ديالو اللي هي الطماطم المجففه، راه كتكون في الاسواق كتكون مديوره في الزيت. غنزيدو طرف ديال الزبده وغنغطيو على الثيرموميكس وغنقطعو كلشي في 5 ديال الثواني. غادي نخلي لكم المقادير مضبوطه تحت الفيديو وشوفوا لي يا سلام كيفاش هذاك المكونات تقردات فرمشات عين. دابا غادي نردوهم يتشحروا واحد 3 ديال الدقائق. الثيرموميكس كيشحر لينا وكيحرك لينا في نفس الوقت. الا ما عندكش الثيرموميكس شحريهم في المقيله. اذا كنتي في امريكا وبغيتي تاخدي الثيرموميكس وتبقاي تسهلي عليك الحياه، تواصلوا معايا مرحبا والف مرحبا. شوف ليا التشحيره شوفوا شحال كتبان بنينه يا سلام. غادي نزيدو الدجاج اللي ديجا قطعناه وغادي نزيدو الكريمه هيفي كريم وغادي نزيدو الماء. وهنا فين غادا نشارك معكم التيب ديالي. في هذه المرحله هذه كندير الماء مع معلقه ديال الخل. من بعد غادا نضيف ضامه البنه. انا غادا ندير معلقه كبيره من هاد ضامه البنه ديال الدجاج اللي صايبتها في الثيرموميكس. الا بغيتوا الوصفه قولوها لي. صافي غادا نضيفوا هاد المكونات كامله وغنردوا الدجاج ديالنا يطيب. الوصفه كتطلب انكم طيبوه 10 دقائق، انا كندير 5 دقائق اخرى. وكيف شفتوا سهل من هكا ما كاينش. المهم من بعد ما كيدخل طيب الدجاج كنضيف المكرونيه ديال البيني. غادا نستخدم هذه ديال لو كارب اللي كتكون مديوره من تشيكن من الحمص. كتكون لو كارب وكتكون خاليه من الجلوتين، يعني مناسبه اللي بغات تنقص الوزن وكذلك بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه ديال الجلوتين. زدت نص معلقه صغيره من الملح، الابزار السودانيه والتحميره، هذه اضافه ديالتي اللي كتزيد البنه. صافي غادا نسد عليها وغنديرها طيب بالوقت اللي كطلب ليا في الباكيه ديال هاد المكرونيه. صافي وهذه كانت اخر مرحله. الثيرموميكس كيدير الخدمه ديالته غادي يطيب لينا وغادي يخلط لينا ودير لنا كلشي. بطبيعه الحال الا ما عندكش الثيرموميكس غادي ديرها في الطنجره ولا بغيتي مرحبا والف مرحبا. صافي هنا الوصفه ديالنا وجدات. حفظوا هاد الوصفه بنينه 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 بهذا الشكل ما تخيلوش. جربوها وردوا عليا الخبر. هاد الوصفه راه كاينه في كوكايدو، ولكن كما دائما عودتكم انه ملي كنشارك معكم شي وصفه من كوكايدو ضروري كندير عليها الاضافات ديالي اللي كنخليها كتجي احسن. جربوها وردوا عليا خبر وتابعوا الصفحه باش تبقى توصلكم الوصفات ديالي والافكار ديالي والحيل ديالي. ولا بغيتوا الثيرموميكس مرحبا والف مرحبا، نقدر نساعدكم تشريوه اولا تربحوا بابور وبالصحه والراحه.